خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، توجد في بعض البلاد الإسلامية أضرحة أي قباب، ويأتي بعض الناس ويطلبون من الأموات في هذه الأضرحة أن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من ضر أو يطلبوا منهم جلب نفع، هل يجوز كسر هذه الأضرحة بالنسبة للأفراد؟ وهل يجوز الهجرة من هذه البلاد؟ نعم، يوجد في غير مملكتنا الطاهرة المقدسة التي نسأل الله أن يدوم طهرها وقدسيتها في العالم الإسلامي قباب في القبور، بيوت تبنى عليها القباب ويعبد أهلها إما بالدعاء بالاستغاثة بالذبح بالنذر والعياذ بالله تعالى، وهذا والله هو الشرك الأكبر، والله إنه للشرك الأكبر، ولا يحل أبدا أن يبقى هذا. لكن يقول القائل: هل لي أن أستطيع أن أهدم هذه القبة؟ فعلها أحد الإخوان في بلاد ما فسجن سنة. فنحن نقول إذا كان ذلك يسبب لك السجن. أدلة اتخاذ المساجد والقباب على القبور: الدليل الأول قول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سورة الكهف آية 21. والذين غلبوا على أمرهم هم المؤمنون على الصحيح، لأن المسجد إنما يبنيه المؤمنون، وأما الكافرون فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، اعملوا متحف، دول الكفر. لكن المؤمنين قالوا ايه؟ لنتخذن عليهم مسجدا. والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم. فإن الله تعالى إذا حكى في كتابه عن قوم ما لا يرضاه ذكر معه ما يدل على فساده وبطلانه، إما قبله وإما بعده، فإذا لم ينبه على ذلك دل على رضاه تعالى به وعلى صحته. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فإنه أعقبه بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. وقوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فرد عليهم سبحانه وقال: فقد جاءوا ظلما وزورا، إلى غير ذلك من الآيات. يبقى ربك لما قال وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لو كان هذا خطأ لكان قال بعدها مباشرة: وما ينبغي لهم أن يتخذوا مسجدا. مثلا كون ربنا قال كده وسكت ونسب هذا للمؤمنين اللي هم غلبوا على أمرهم وسكت، دليل على أن الله أقر هذا الاختيار. واضح؟ لأن الله لا يقر الفساد. أي أمر فاسد في القرآن ذكره القرآن تلاقي ربك سبحانه وتعالى يرد بعده أو قبله يبين فساد هذا الأمر، وامسك القرآن من أوله لآخره تجد هذا مستقر فيه. ومن تأمل القرآن وجده لا يقر على باطل يحكيه قولا كان أو عملا، لأنه كتاب كله حق ونور وهدى وبيان وحجة لله على العالمين. فإن قيل ممكن يجي المخالف يرد عليك يقول لك هذا مسلم لو لم يرد شرعنا بذم ذلك. يعني ممكن واحد يقول لك ان ده شرع من قبلنا واحنا شرعنا قال لنا ذم الامر ده، يبقى المفروض ما نعملوش. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لا يبقى دينان بارض العرب. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأم سلمة رضي الله عنها حين ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما رأت فيها من الصور، قال: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا
فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هي دي الأحاديث اللي شوشت على الوهابية الأمر وخلتهم يذهبوا لهذا. هنفهمها ازاي الأحاديث دي بقى؟ فالجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى حكى ذلك وهو قول لنتخذن عليهم مسجدا عن المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة حكاه عن اليهود والنصارى. وفرق بين حال الفريقين، فإن المؤمنين فعلوا ذلك للتبرك بآثار الصالحين الذين أكرمهم الله تعالى بهذه الآية وحفظ أرواحهم وأجسامهم تلك القرون الطويلة. أما اليهود والنصارى يفعلون ذلك للعبادة والإشراك مع الله تعالى، فالدليلان غير متواردين على محل واحد. الأحاديث دي بتتكلم على ناس كفار والآية بتتكلم على ناس مؤمنين، فازاي أجيب الأحاديث اللي بتتكلم على الكفار أوردها على المؤمنين، والأحاديث اللي بتتكلم على المؤمنين أخليها على الكفار؟ ازاي؟ إذا كان الكافر لما بيروح للقبر بيعبده، والمؤمن لما بيروح للقبر بيسلم عليه ويدعو هناك وتنه منصرف. فرق بين من يعبد ومن يدعو، دعاء ويمشي. وبالتالي يبقى الدليلان غير متواردين على محل واحد. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، الوجه الثاني، وهو أنه لو كان كل من بنى على المسجد قبرا ولو للتبرك والزيارة ملعونا كما في الحديث، لكان هؤلاء المؤمنون الذين حكى الله عنهم ملعونين أيضا داخلين في لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا ملعونين لما سكت الله تعالى عن ذمهم ولعنهم والإشارة إلى ضلالهم. فدل ذلك على أن فعل هؤلاء القوم غير فعل اليهود والنصارى الذين لعنهم الله تعالى على لسان نبيه، وأن فعل هؤلاء المؤمنون جائز لا شبهة فيه، كما أنه لا شبهة لنا فيه، لا من جهة اتباعهم فإنه لا يلزمنا شرعهم، ولكن من جهة ذكره في كتابنا المنزل بشريعتنا اللازمة لنا المأخوذة من منطوقه ومفهومه وتصريحه وتلويحه. ده الرد الثاني، الوجه الثاني. الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التماثيل. فاتخاذهم الصور والتماثيل فيه دليل على أنهم يفعلون ذلك لأجل عبادتهم، والمسلمون لا يفعلون ذلك لا عبادة للصالحين ولا وضع تماثيل لهم أو صور عند قبورهم. أنت زرت أي قبر فيه ولي لقيت تمثال؟ ما لقيناش تمثال. زرت أي قبر الوالي لقيت مسلمين بيعبدوه؟ بيزوروه. بعضهم يسيء الأدب أثناء الزيارة، يقبل العتبة، يعمل بتاع، نعلمه نقول له عبر عن زيارتك بطريقة مهذبة بس، لكن هذا الفعل لا يدل على أنه بيعبده، لأن احنا بنقبل الحجر الأسود وما بنعبدش الحجر الأسود، فالتقبيل في حد ذاته ليس علامة العبادة. فكونه بيقبل رخامة ولا حديدة مش معناه بيعبدها. ما كل المسلمين بيقبلوا الحجر الأسود، ما بيعبدوش الحجر الأسود، ده تعبير عن الحب. ممكن نقول له ما فيش داعي تعبر عن الحب بالطريقة دي لأن ده بيشوش على الناس أمور دينهم، لكن ما اتهموش بالكفر. دي نقطة مهمة. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين يتخذون القبور مساجد: قال أولئك شرار الخلق. وثبت بالكتاب والسنة المتواترة أن أمته خير أمة أخرجت للناس، وأنها أشرف الأمم وأفضلها على الإطلاق، وأنهم عدول يتخذهم الله تعالى شهداء على الناس. وأيضا علم الله سبحانه وتعالى وأعلم نبيه أن أمته سيتفقون سلفا وخلفا على اتخاذ المساجد على قبور الأولياء والصالحين والعلماء. وقد شد الإمام النووي الرحلة من الشام إلى مصر لزيارة قبر الإمام الشافعي الذي عليه مسجد وقبة، وكم لهذا الإمام من 1000 نظير في المشرق والمغرب يشدون الرحال لزيارة قبور الأولياء والصالحين بلا نكير. فيلزم من هذا التناقض، يبقى الأمة اللي هي خير أمة من أخرى للناس تبقى هي شرار الناس. إزاي تبقى شرار الخلق وهي خير أمة؟ دل على أن شرار الخلق هم الذين يعبدون المقبورين، وأمة المسلمين لا تعبد المقبور بل تزور المقبورين استئناسا بهم وتبركا بهم والدعاء لهم ولأنفسهم عند قبور الصالحين. أدي اللي بيعملوا المسلمين على مر العصور. فيلزم من هذا التناقض بين خبر الله تعالى في فضيلة هذه الأمة
وخبر الرسول بأن الذين يتخذون القبور مساجد أولئك شرار الخلق، وأن هذه الأمة أجمعت منذ السلف الصالح أن تبني على قبر نبيها المسجد، وكذلك قبور الأولياء والصالحين منها، فتكون العلة مختلفة بين الخبرين. يبقى أولئك شرار الخلق لأنهم عبدوهم من دون الله، وأمة النبي خير أمة خرجت للناس لأنها لا تشرك بالله شيئا. الوجه الخامس أن هذه الأحاديث معللة بخشية العبادة كما تقدم، فلا يكون تشريعا عاما في كل زمان، بل هو تشريع مؤقت بزمن خشية وجود العلة، وهو زمن قرب عهد الناس بالإشراك. أما بعد ارتفاع خشية العبادة واستقرار الإيمان وانتشار التوحيد ورسوخ العقيدة رسوخا لا يتطرق معه أدنى خلل ولا شك في وحدانية الله تعالى وتفرده، فإنه تزول علة النهي ويعود الحكم إلى الأصل وهو الجواز. ومن أمثلة ذلك أحيانا النبي ينهى عن أمر في الأول علشان كانوا حديثي عهد بإسلام، لحد ما يستقر الإيمان في قلوبهم ثم يبيح الأمر. كتير حصلت كده. أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى الناس عن زيارة القبور، ثم لما استقر الإيمان في نفوسهم أباح لهم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي حديث آخر: فإنها تزهد في الدنيا. قال: ولا تقولوا هجرا، يعني كلام سيء عند الخبر ما يليقش، يعني من ايه؟ من عدم الاعتراف بقضاء الله والرضا بقضاء الله، والحاجات اللي بيحصل والولولة والصراخ وقطع الثياب وشق الثياب، كل ده منهي عنه. فبان من هذه الوجوه عدم معارضة الأحاديث لدليل الآية، وثبت المطلوب منها وهو الجواز، وهذا ما عليه الأمة سلفا وخلفا والله أعلم. الدليل الثاني أن الله قضى باتخاذ المسجد على قبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه عز وجل، والنبي عند ربه جل وعز أعلى قدرا وأحمى جانبا من أن يقع بجسده الشريف ما هو محرم مبغض لله تعالى ملعون فاعل. مسجد النبي ده من أشرف المساجد، عندنا أشرف المساجد في الأرض 3 مساجد، فيستحيل أن ربنا يجعل أشرف واحد من 3 أشرف مساجد يبقى فيه أمر منهي عنه وملعون فاعل. وقد أجمعت الأمة من لدن الصحابة بإدخال القبر الشريف في المسجد بعد توسعته. فهمت إزاي؟ فالأمة أجمعت على ذلك. طب لو قال لك ده خصوصية للنبي، طب يعني هو يجوز عبادة النبي عشان نقول خصوصية للنبي من دون الله؟ طب ما هو حرام عبادة النبي زي ما حرام عبادة الولي، يبقى مش خصوصية للنبي. ثانيا مدفون مع النبي 2 مش أنبياء، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، فمنين خصوصية للنبي؟ واضح؟ فدل على أن الأمر فيه الجواز. الدليل الثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في البناء. النبي نفسه أمر أن يدفن في البناء، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: ما قبر نبي إلا حيث يموت، كما أخبر الصديق رضي الله عنه الصحابة حين اختلفوا في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على دفنه في بيت عائشة حيث قبض صلى الله عليه وسلم، وهو دليل صريح على وجود البناء حول القبر، مع علمه صلى الله عليه وسلم أن هذا يؤول إلى دخوله في مسجده الشريف عندما تكثر أمته ويتسع مسجده. خد بالك ان النبي عرض عليه عمل أمته اليوم القيامة، فالنبي كان عارف ان مسجده هيدخل في قبره، خد بالك عارف دي كويس، لأن ربنا عرض عليه عمل أمته اليوم القيامة. وبذلك أمر بشد الرحلة إلى زيارة قبره الشريف وإلى مسجده للصلاة فيه، ورغب في ذلك بقول: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال: وصلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فدل على اتخاذ المسجد على قبره الشريف، وأن هذا تم في عصر الصحابة والتابعين والسلف الصالح دون نكير. وإذا جاز ذلك في حقه جاز في غيره من باب أولى. طب ليه من باب أولى في حق غيره؟ لأن الفتنة في قبر النبي أشد. إذا كانت الفتنة هو عبادة المقبور لعظمته، فما فيش أعظم من النبي مخلوق. فإذا كان جائز في أعظم مخلوق يبقى من باب أولى أي ولي تاني. الولي هيروح فين في النبي؟ فهمتوا؟ عشان كده من باب أولى يجوز في غيره، لأن الفتنة في غيره أخف. واضح؟
لأن ما يخشى من الفتنة بقبره صلى الله عليه وسلم أعظم مما يخشى من الفتنة بقبر غيره من الصالحين، لأن الفتنة إنما تقع من جهة التعظيم، ولا يوجد في الأمة من يعظم قبرا أكثر من قبره صلى الله عليه وآله وسلم. وبالرغم من كده ما عبدناش قبر النبي ولا عبدنا النبي ولن نعبد النبي إلى أن يتوفانا الله، إلى أن تقوم الساعة. حتى المسلمين اللي ما اتولدوش لسه مش هيعبدوا النبي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، فقبل الله دعوته. خلاص فالأمر منتهي. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قبره الشريف سيكون داخل مسجده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري. وفي رواية أخرى: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد روى الطحاوي وغيره بأسانيدهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وفي رواية مالك في الموطأ النسخة المطبوعة مع شرح تنوير الحوالك للسيوطي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. ونحن نعلم بالضرورة أن المنبر والبيت لم يكن لهما هذا الفضل لمجرد أعواد المنبر وحجارة البيت وطينه، فإنه لا فضل لخشب على خشب ولا لحجارة على حجارة، بل ولا دخل لهما في وجود فضيلة في الدين البتة، إنما الشرف لجوار القبر الشريف. فالمراد هو القبر، لأن الفضل راجع إليه لا إلى البيت. وقد قال الطحاوي في مشكل الآثار أن الجمع بين الروايتين وهي بيتي ومنبري، ورواية قبري ومنبري علامة من علامات النبوة جليلة المقدار، لأن الله عز وجل قد أخفى على كل نفس سواه صلى الله عليه وسلم الأرض التي تموت بها، لقوله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت، فأعلمه الموضع الذي يموت فيه والموضع الذي فيه قبره، حتى أعلم بذلك في حياته، وحتى علمه من علمه من أمته. فهذه منزلة لا منزلة فوقها، زاده الله بها شرفا وخيرا.